نجيب ساويرس بيقول إنه بيحب شغل العيال. أيوة، أنا فيا حتة عيالي وبحب أتفرج على ميكي ماوس وأفلام الكرتون، وببقى مبسوط قوي ومندمج زي العيال بالظبط. ده غير إني غياظ وكياد وهزاري فيه حركات عيال شوية، وما بتكسفش من كده ومش هتغير أبداً. حد بقى له شوق في حاجة؟ ده كان كلام رجل الأعمال نجيب ساويرس اللي كتبه على حسابه الشخصي بموقع إكس اللي هو تويتر يعني سابقاً. نجيب بكلامه ده كان بيرد على أحد متابعيه اللي سأله عن سبب حبه في ارتداء تيشيرتات عليها صور لشخصيات ميكي ماوس. نجيب ساويرس قال كمان: أنا لما ببقى مبسوط بتلاقيني أحب ألبس تيشيرتات عليها صور شخصيات ميكي ماوس، بنبسط أكتر لأني بحب ميكي ماوس جدا وبطوط وبندق، وحتى كمان بحب عم دهب. أنا أساسا فيا حتة عيالي في هزاري وكياد وغياظ، ودايما قلبي بيغلب عقلي. حتى أولادي دايما بيقولوا لي: هو أنت هتعقل إمتى بقى يا بابا؟ والإجابة سهلة: نيفر، يعني مش ناوي أعقل أبداً ولا عايز أعقل أصلاً. طبعاً ناس كتير تفاعلت مع كلام ساويرس، وهاتك يا تعليقات بقى. يعني واحد منهم مثلاً كتب تعليق وقال فيه: طيب طالما قلبك بيغلب عقلك يا عم نجيب، يا ريت بقى تحس بيا وتتبرع لي ب1% من ثروتك علشان ربنا يحس بيك ويحبك زي ما أنا بحبك كده. وواحد تاني علق وقال: هو بصحيح، هو أنت إمتى هتعقل يا حاج نجيب؟ أما التالت علق وقال: نفس الحتة العيال اللي فيا، بس أنا عيل من غير فلوس. الرابع كتب ورد عليهم: عيش يا نجيب، محدش واخد منها حاجة. أحلى حاجة في الدنيا إن الواحد يفضل جواه طفل شقي ودمه خفيف زيك كده. أما الخامس بقى فقال: أستغفر الله العظيم، بعد الشر عليك يا عم نجيب، تعقل ده إيه بس؟ هي ناقصة عقد؟ ما الدنيا مليانة ناس عاقلين، عملنا بيهم إيه يعني؟ ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.